مساء الخير. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض بإذن الله ميدالية السبحة كما وعدتكم في الفيديو السابق لده ان احنا هنشتغل مع بعض زي ما عملنا السبحة اللي هي كانت ديت. هنعمل لها ان شاء الله ميدالية بحيث ان احنا نبقى ماسكين حاجة متميزة سبحة ونفس الشكل بتاعها الميدالية. فالنهاردة الادوات اللي هنستخدمها مع بعض دبوس، تمام. هشوف بقى الميدالية انا هعملها خرز برضو ابيض واسود بحيث انها تبقى متماشية مع السبحة. بركب كده هوت عندي اول خرزة سودا، بركب فواصل اللي هي الفضة دي او زي ما انتوا عايزين، دي مطلق الحرية ليكم، كل واحد بيحب يعمل زي ما هو عايز. ديت برضو كريستالة خرزة بس طويلة شوية بحيث انها تدي منظر اكتر، تمام. وباخد بعد منها برضو اللي هي الحلية بتاعتها ديت، واحط الكريستالة السوداء بتاعتي وديت بتاعت الموبايل اهيت، وديت الدلاية بتاعتها. دي الادوات بتاعتنا اللي احنا هنشتغل بيها، تمام كده. هي بسيطة جدا ومش حاجة ومش هتاخد مني اي وقت خالص، بل بالعكس هتخلص معانا بسرعة. باجي كده هوت بحاول ان انا اقصر شوية الدبوس بتاعي، اقصه بالقصافة، تمام. واجي كده ابرمه بحيث ان انا بقفل على الكريستالة. باجي كده بضغط اهيت بحيث ان ايه قفلتها خالص اهوت، تمام. باجي بشوف الحلقة عشان اركب فيها الفاصل بتاعي اهيت. اخد واحدة افتحها كده، تمام. بركبها كده واقفل الحلقة بتاعتي. باجي اخد التانية احطها في الدلاية، واقفل. وبكده نكون نشيل بقى الادوات بتاعتنا، نكون عملنا ميدالية اهيت شيك جدا ومنظرها جميل، ومعاها السبحة بتاعتها اهيت. ايه رأيكم؟ حاجة بسيطة وشيك وجميلة، مش هتلاقي حد ماسكها الا اللي شغلها، فطبعا هتبقى حاجة متميزة وحاجة جميلة وحاجة جديدة. تقدروا انتوا تبتكروا وتعملوا اشكال تانية وافكار تانية والوان تانية. وعايزة اسمع ارائكم، ولو عجبكم الفيديو وكملتوا معايا لغاية الاخر يا ريت تدعموني وتشاركوني باللايك وسبسكرايب، وميرسي ليكوا خالص، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية جديدة. باي باي.